لو عايزة تخليه الزيتون وبتستصعبي الطريقة بتاعته او بتخافي ان هو يبوظ منك، تعالي النهاردة اقولك على اسرار تعمليها في الزيتون. هيعجبك قوي وهيخلي معاكي الزيتون اول واحدة في البرطمان زي اخر واحدة، هيقعد معاكي من السنة للسنة. طريقة سهلة جدا ومبتاخدش وقت. اتفرجي معايا الفيديو هيعجبك قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الزيتون المخلل بطريقة سهلة جدا، مش هتاخد معانا وقت وهيقعد معاكي من السنة للسنة. هقولك على الأسرار المية اللي تحطيها على الزيتون، هي اللي تخلي معاكي طعم الزيتون جميل وهيقعد معاكي أطول فترة ممكن. أول حاجة بتجيبي الزيتون بتاعك ايا كان نوعه، وهتبدأي تنضفي فيه زي ما انت شايفة كده. اي ورقة تشيليها، اي عنقود الرفيع اللي تحت اللي في الزيتونة ده بتشيليه. وتنضفيه، اي لو حاجة بايظة في واحدة زيتونة بايظة شيليها. اي حاجة، المهم الزيتون بتاعك يبقى نضيف زي ما انت شايفة كده. الزيتون هبدأ امسكه اغسله زي ما انتوا شايفينه، اغسليه حلو ونضفيه وحطيه في طبق معاكي كده واسع على حسب الكمية طبعا اللي انت جايباه. ده كده ليمون، بقول لكم ان الليمون ده همسكه اقطعه كده اربع. على كل كيلو من الزيتون بحط ربع كيلو ليمون. دول كيلو ربع على 5 كيلو زيتون. دوت الليمون اللي هحطه. كمان هحط شطة، هخلل معاه شطة. انا هحط على 5 كيلو نص كيلو شطة. لو انت مش عايزة تحطي شطة اصلا ما تحطيش. لو انت عايزة تحطي شطة حطي نص كيلو، عايزة اكتر حطي كيلو. الشطة ديت ملهاش مقدار، يعني انا بتكلم على الليمون. اهم حاجة في الزيتون كله الملح والليمون. اهم حاجه في الزيتون كله الملح، اللي انت تظبطي الملح والليمون. الليمون هو اللي هيخلي الزيتون بتاعك طعمه حلو وبيشد المراره، وتلاقي فيه مزازة الليمون كده، واخدة الزيتونة واخدة مزازة الليمون. والملح طبعا بيشد برضو المرارة اللي في الزيتون، وطبعا بتبقى الزيتونة معاكي طعمها حادق ما تبقاش عذبة، ولأن الزيتون من غير ملح طبعا يبوظ. كده قطعنا الليمون بتاعنا. كده هوريهولكوا دي كمية الليمون اللي انا هعملها على الزيتون، كيلو وربع زي ما انا قلت لك، كل كيلو من الزيتون ربع كيلو من الليمون. الشطة نص كيلو اللي انا هعمله. شطة بقى صغيرة زي ديت، شطة طويلة أكتر أكبر مش مشكلة أيا كانت. مش عايزة تحطي شطة خالص ما تحطيش. دي الفلفل بتاعنا ده، دي شطة برضو. لو انتي مش عايزاه حامي حطي فلفل رومي أحمر، افرميه. أنا هبدأ أفرم الشطة بتاعتي. الشطة دي برضو نص كيلو شطة مفرومة على 5 كيلو. طب أنا هعمل كيلو واحد، حطي أقل من ربع كيلو، يعني 5 6 قرون كده. اضربيهم برضو في الكبة او ادقيهم في الهون لو ما عندكيش كبة وحطيهم عليه، او قطعيهم قطع صغيرة ايا كان. يعني المهم ايه؟ ياخد الطعم بتاع الفلفل. انا بفرمه عشان يبقى ياخد الخلاصة بتاعة الفلفل في قلبه. عادي تفرميه بالبذر بتاعه مفيش مشكلة. هبدأ افرم معايا النص كيلو الفلفل. واقول لكم هنحط ايه كمان. انا كده قطعنا الليمون وهنفرم الفلفل في الكبة، لو انت عايزاه بارد او حامي على حسب رغبتك. وهبدأ افرمه واقول لكم هنحط ايه تاني. صلوا على النبي يا جماعة واحنا بنتفرج على الفيديو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. متنسوناش في لايك وكومنت جميل زيكم. رب الفيديو بتاع النهارده يكون يعجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم. اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين اي حاجه مخللات تانية اكتبوا لي برضو في التعليقات، او اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات، وانا برضو هنزل لكم وصفه تانية للمخللات هتعجبكم قوي. كده فرمت الشطه بتاعتي، احطها في طبق وهبدا اجيب الزيتون بتاعي وهنحط عليه الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، الشطه والشطه المفرومه ديت والليمون. ممكن تحطي عصفر، في ناس بتحط عصفر وحبة البركة. في ناس بتحط كركم. هو الزيتون ده بيتعمل بطرق كتير.
طرق كتير، وممكن تعملي زيتون بميه وملح بس. الزيتون بتاعي انا ما شقتوش على فكره، انا حطاه سليم زي ما هو زي ما انتوا شايفين. عايزه تشقيه يبقى اسرع معاكي تشقيه، بس تحط عليه الخلطه وتعينيه على طول. ما تشقوش وتحط عليه ميه كده لانه ممكن يسود منك الشق مطرح الشق. فانا عايزه الزيتون ده يقعد معايا اطول فتره، فانا سايباه سليم زي ما هو. حطيت كده الزيتون وحطيت عليه الشطه بتاعتي، وحطيت عليه الليمون المتقطع يربع. وهحط عليه الشطة المفرومة اللي انا ضربتها، بس مش هحطها كلها، هحط نصها، والنص التاني هحطها في المية بتاعة التحديق اللي انا هوريها لكم دلوقتي. كده حطيت ربع كيلو مثلا من الشطة المفرومة. لو انت مش حابة شطة حامية دي حامية، لو انت مش حاباها وتطلع الزيتون معاكي حامي حطي شطة، حطي فلفل بقى بارد. كده هحط شوية زيت، وهبدأ أقلب معانا الزيتون، زيتون وليمون وشطة مفرومة وشوية زيت، حوالي ربع كوباية تلت كوباية. الزيت طبعا بيغلف الزيتونة بتاعتك وبيخليها معاكي حلو. هبدأ أقلب الخلطة بتاعتي كده بالزيتون، وهبدأ أعبيها في برطمان. ولو انت عايزة زي ما انا قلت لك تحطي عصفر حطي، لو انت عايز تحطي حبة البركة حطي. وفي ناس بتحط ورق لوري برضو عشان ان هو يعني يحفظ الزيتون معانا. بس طبعا زمان ما كانوش ولا بيحطوا ولا لوري ولا عصفر ولا اي حاجه من الحاجات ديت. هي دي كلها حاجات اضافات زيادات. الاساسي في الزيتون كله الليمون، الاساسي الليمون. الشطة اللي انا حطاها الصغيرة اللي هي تتخلل ديت مش اساسية، بس طبعا برضو بالطعم معاك الزيتون، وبتدي الزيتون طعم حلو. يعني زمان كانوا بيحطوا ليمون ويحطوا شطة ويحطوا زيتون، بتبقى البرطمان معاكي مشكل. فاحنا بنحاول نعمله بطريقة سهلة وما فيهاش تعقيدات. كده جبت البرطمان بتاعي طبعا غسلاه ومنضفاه، هو ده لسه جديد ما كنتش حطيت فيه حاجة قبل كده. ياخد معايا الكمية بتاعتي. هبدأ انزل كده بالزيتون كده والليمون. انا طبعا مقلباهم في بعض، لبست جلافز كده عشان الشطة حامية. هعبي الكمية كلها بتاعتي، وهبدأ اقول لكم المية اللي هنحطها على الزيتون هنحط فيها ايه. دي كده دي كده الخلطة كلها. انت ممكن لو انت حابة ان انت تحطي مثلا راق زيتون وراق شطة وتحطي ليمون كده وما تقلبهمش من الاول، ما فيش مشكلة، بس اما بتقلبيهم كده افضل لك يعني. وممكن تحطي جزر مبشور. بس انا يعني جزر مبشور يعني برضه هيطعم وهيديله طعم للزيتون، وهو جزر هتاكليه. بس انا بفضل ان انا اعمله كده يعني بطريقه يعتبر زي بتاعه زمان. وزمان كمان ما كانوش بيحطوا الفلفل المفروم دوت. هقول لكم يلا على الميه. الميه كل لتر من الميه انا حاطه لترين، كل لتر من الميه 5 معالق ملح، اللي هو بتاع المخلل، الملح الصخري. لو ما عندكيش ملح بتاع المخلل الصخري دوت، هاتي ملح خشن بيتباع في الدكان عادي او في اي سوبر ماركت. تمام مش لاقياه، هاتي الملح العادي بتاعك حطي منه برضو 5 معالق. الميه بتاعتك انتي مش عارفه حدقاها ازاي. يعني انا بقولك 5 معالق، طب انتي مثلا مش حاطه، مش هتحطي 5 معالق زي، او عايزه مثلا تعمليه حطيتي الملح وما ما حسبتيش الملح قد ايه. حطي بيضه نيه على الوش سليمه زي ما هي، وشوفي لو هي طافت على الوش تبقى الميه بتاعتك مظبوطه، نزلت تحت تبقى الميه بتاعتك لسه مش حادقه. حطيت كده الفلفل المفروم، وهبدأ احط ايه، هحط ملح ليمون. ملح الليمون جميل جدا في الزيتون. انا هحط على اللتر الميه احط معلقه صغيره ملح ليمون، بتعزز طعمه. واقول لكم بيعمل ايه دلوقتي. ودي كمان معلقه سكر كبيره، وحطيت معلقه خل كبيره. على كل لتر ميه معلقه خل كبيره، معلقه سكر كبيره، معلقه ملح ليمون صغيره، 5 معالق ملح صخري او صخري. ما عندكش حط ملح ناعم عادي. ملح الليمون بيعزز الطعم بتاعه، بيخليه وبيحافظ عليه. السكر بيخليه معاكي ما يطراش ويبقى ناشف كده ومقرمش. الخل بيسوي معاكي الزيتون وما كتريش منه عشان ان هو ممكن يهريه زيادة عن اللزوم. انا هبدأ اعصر ليمون. هبدأ اعصر ليمون، هعصر كيلو وربع من الليمون. انا هحط كوبايتين اتنين، عايزة على كل لتر من الليمون، على كل لتر من المية كوباية ليمون.
زي ما تاخد بقى يعني معاكي. كمية الليمون هي خدت معايا كيلو وربع، يعني يعتبر حطيت على 5 كيلو زيتون بتوعي 2 كيلو ونص ليمون، كيلو وربع متقطع وكيلو وربع معصورين. خدوا كوبايتين زي ما انتوا شايفين كده، مجين كبار. هبدأ احطهم على الزيتون، وممكن تقلبيهم على المية، بس انا بفضل احطهم على الزيتون كده علشان لو المية ما احتاجتهاش كلها، بس انا احتاجت المية. فحطيتهم على الزيتون بتاعي. حطيت كده الليمون، وهبدأ اقلب الخلطة تاني كده مع بعضها، وهبدأ بأي حاجة عندك، كوباية او اي حاجة، وتنزلي على الزيتون بتاعك لحد ما تغطيه زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. هبدأ انزل بالمية بالشطة اللي انا حطاها في قلبها. لو مش عايزه تحطي شطه واكتفيتي بربع شطه مثلا، تحطي ربع كيلو في الاول وخلاص. خلاص لو انت مش عايزاه يطلع معاكي حامي قوي، عايزاه حامي حطي نص كيلو زي ما انا عامله كده. عايزاه مثلا تحطي نص بارد على حامي ماشي. بس الفلفل بصراحه بيديله طعم هو والليمون، فجربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم قوي. ومش هتلاقوا الليمون بتاعكم يعني تتعقدوا ان انتوا تعملوه. وهيقعد معاكي ان شاء الله من السنه للسنه. بس ما تفتحيش على الزيتون اللي دوت، عشان انا مش فاتحاه ولا مشققاه ولا مفدغاه. ما تفتحيش عليه قبل شهر. قبل شهر ما تفتحيش عليه. شهر عدى عليه ابدأي افتحي، لو انت عايزه تبدأي تاكلي منه افتحي وشوفيه. كده انا بحاول ان المية تبقى نزلت كده كلها، وهبدأ ارص على وشه وقشر الليمون، علشان ابدأ احط عليه زيت كمان عشان يبدأ اعمل عليه مادة عازلة. عشان طبعا انتوا عارفين ان الزيتون لازم تقفليه كويس عشان ما يدخلوش هوا، علشان يستوي معاكي كويس، ويبقى معاكي الزيتونة حلوة ما تنهريش منك، ويبقى يطلع معاكي احلى زيتون باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم، ودعوة حلوة منكم ليا كده بصلاح الحال. ربنا يصلح حالي ويصلح حالكم اجمعين. جربوا الطريقة بتاعت الزيتون النهاردة هتعجبكم قوي، وان شاء الله لسه هعمل لكم وصفات كمان للزيتون سريع، واعمل لكم ليمون مخلل سريع برضو، واعمل لكم ليمون معصفر. اعمل لكم وصفات حلوة تعجبكم باذن الله. وبكده يكون خلصت الزيتون بتاعي. احط له شويه زيت على الوش، واحط له كيس كده واقفله كويس قوي عشان امنع دخول الهواء. معلش بس الفيديو حصل عطل فيه، حطيت لكم صور. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وهشيله كده واقلبه الناحيه التانية، ويعني ارجه كده الناحيه التانية علشان المكونات تمتزج مع بعضها، وهيبقى معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طريقة سهلة جميلة جدا، مش تاخد معاكم وقت. جربوها، لو جربوا في كيلو واحد الأول وشوفوا الطريقة تعجبكم ولا لأ. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم بحاجة، ولو عايزين أي حاجة مني اكتبوها في التعليقات. دمتم في أمان الله.